وقيد عمري الأذى والكدرا يا من بتبشيري تجري القدرا صل صلاة بسلام يشهدان لي بكوني صادقا ويسعدان على الذي أورثني المنافع بإذن باق لا يزال نافعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل به خط يا رب عندك أكبر رضوان وعند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يريني من بهم وصنتني عن الأعالي والتهم صل صلاة تكشف الأسرار لي للجنان تمنع الأشرار من التوجه إلي بلياد مع سلام ليجود بأياد على الذي حلت بجاهه العظيم يا غير من نوجيه بالدر النظيم بيني وبين كل من ينازع يا قاهرا ليس له منازع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ومني يقبل مالكي حروفي قائدة للبر والمعروف وامح توجه اللغى والنقض لعمري يا من ببشري يقضي وعيش الشيطان من توجهي لي أبدا يا من له توجهي وامنع عداك من إرادة الأياد يسوءني يا من حماني بأياد وجعل حروفيه أجورا باقية بلا انتهاء للجنان راقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سواي قد ذهبت باللعين بغير رده إلي يا معين مزحزحا لغير نحوي كلما يسوء أو يضر حيث علما صل صلاة بسلام يرقيان للعرش والكرسي فورا يرضيان على الذي له قلامي والمداد مدة أعوام بخط ذي صداد عبادة لك وخدمة له لوجه من على الورى فضله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وعن يجده خيورا صافية يا من به لي أدمت العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العدا والمرض ولي تخلد الرضا في غرضي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري صل صلاة بسلام يخلدان خلود ملكك وكل يسعدان على النبي محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سميا صل صلاة بسلام تكرم بيا جنابي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخير بجاهه وأن تكف الضير إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي الذكاء والولاية ولي أل ولي لين آية واحفظ كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد بجيدي هديت كلي بتوفيقك يا عليم يا خبير ذال الشكيا ذكرك هب لي ولتجد لي بوداد ولتحمني بخير علم وسداد جدد بي الإسلام لجذب العلوم النافعات يا خبير يا عليم وهبت للشروع رب الساعة يا من كفاني كدرات الساعة حققت للشروع في العلوم يا معطي التاليف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سميا صل على العبد الرسول والنبي من صانني ولي صفات نبي وسلما على مزحزح البلاء لغير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وليهب ذكاء عقل في الخيور يا من حباني بالعيال والديور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا صل صلاة باطني تجمل وظاهري ونيتي تكمل مع سلام لي يخلد الرغد وأمس ينسيني بيومي وبغد بلا عدا ولا عنا ولا حساب
مصيرا كليتي خير احتساب على الشفيع ذي الجمال أحمدا من قلمي مع مدادي حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ووجه الأكدار والأوجال إلى سوى نحوي والدجال يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ رافع قد سمي صل صلاة لي مرادي توصل بلا مشقة فأنت الموصل مع سلام لي يصحح الجسد مزحزحا لغير نحوي ذا حسد يا قائدا لي ما حمى عن فانية وقدت لي خير جمال الثانية صل صلاة منك ذات بركات تنحو بها لغير ذات المهلكات مع سلام لي طيب الوطن ولي يقود ما يوسع الوطن على الذي مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو من كرم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وملكني وصف راضيا عني وارفع حج عني قاضيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنمو به علاه صل صلاة بسلام عني عليه يا واسع واقبل مني رد لغير ذات أفضل البشر ما ساءه واجعل مكانه البشر رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله زد يا جميل وجمعي له المنى وقتله له قمعي ملكت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأعطى سبقا صفيت خدمتي لأفضل نبي وصانني وصان ما في تنبي رفعت لله تعالى مده يدي بفيضه الذي لي مده رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيور ما نحاني ما يفيد جذب للنافع ما ينفعني بلا أذى وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري عجائب المفحم ذات حيري لو شكوري أبدا على الشهور وليجار بظهور وطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بالشكور رافع قد سمي صل صلاة لي تخلد البشر تفضي إلى سواي 19 مع سلام يطرد اللعين لغيرنا كي نعبد المعين على النبي والرسول أحمدا يا من به ساق لغير الكمدا وآله وصحبه وأذهب كل مباه لسواي يذهبي وقد لي الدهر العظيم الأعظم يا من به أخزيت من تعظم بلا ملاقات وغير كدر يا ذا الزمان والورى والقدر يا من حماني عن الإخراج والمكر والغرور كاستدراج صل صلاة لي تلين القلوب ورائبا تقود لي مع الحليب مع سلام سائق ما ساء إلى سوى نحوي ومن أساء على الشجاع ذي الشحاب الماحي من حبه أغنى عن الأرماح سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وأذهب الشيطان والمكائد لغير نحوي وقف كل كائدا واجعل بقية حياتي جنة صافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا صل صلاة ذات بشر خالد مع سلام ليصون والدي عن ضيق قبر وعذابه مع والدتي يا قاهرا لي قمها على الرسول عبدك المبشر رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل به ذا النظام خيرا عبادة لي تقود الخيرا واقبله مني كرما بجاه من فاق خلائق الإله ذي الزمن ومحبه ما ساءني فيما مضى من عمري مصفيا لي المضى واجعل لساني ذاكرا كقلبي يا مغنيا بدفعه والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة نفعها لا ينقطع على الذي به أذاي منقطع مع سلام لي حياتي ينمي بخير خير وأجل غنمي على الوسيلة الشفيع السلمي على عربي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واحفظ كتابك بقلبي ويدي وبلساني ماكثا بالأفيد ودوري يحمي وعيالي تاليا وسق لغير جهتي أقتاليا يا الله
يا رحمن يا رحيم يا من بملك قد سميا صل صلاة تصرف الملوك لغير دري قدت لي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يسر كالكلي والجمعا على الذي به خلقت كل ما خلقته عبدا رسولا علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وجد لعبدك وحبك الخليل بجيد له يكثر القليل وهب له سعادة الدارين يا من كفاه العار النارين وهب له التوفيق في كل لياد واجعل حياته له خير أياد وهب له الشهور والأيام بشرا له والتقه الإيام ووجه الفصول والسنين لبشره ورد له الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وحليم سميا صل صلاتك التي لا تخطر ببال ذي بلاغة قد يستر مع سلام لا يماثل سلام خلق على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال والدغنني يا نافعي بالشكر عن صبر وحلم وكل مكر واجعل بفضلك العظيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي والدغنني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واشكر زبري واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي واجعل لي الرضا مكان الحلم ولجعل النفع مكان الظلم واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي الرغبة عن معاشي يا من كفاني در كل عاصي يا من حماني عن عداك المغوية لك شكوري قبل يوم التروية وبعده فاقبل شكوري مني وارفعه للعرش العظيم عني مني شكور ارفع إلى الكرسي بحرمة الاسم العلي القدسي يا من له التكبير والتقديس بك انتحى لغيرنا إبليس يا من له التقديم كالتمليك عصمتني من ضرر الملوك يا من له الخلق كما له الأمور كفيتني فضلا أذى كل أمير يا نافعا بي كل من يزور حميتني ما ضرني وزير يا من له كن فيكون يا مليك حميت كلي عن مشقات السلوك علمت الأعداء أني عندك لا عندهم إشارة لجندك صبرتني عن الحرام قبل وفتنة الناس محت والكبل صبرتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا وأطبت الخلدا صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع صبرتني على امتثال أمرك سقت لغيري العدا بقهرك قهرت لي نفسي قهرت لي هواي والسوء والإدلال سقت لسواي منك تزودي إلى الجنات بما لي اخترت من المنات زهدت في الحرام والمكروه بعصمة منك مع التكريه سقت لغيري كل ما لا فائدة فيه وللخير حياتي قائدة وصلت لي مسرة الأبرار وقيتني مضرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وعليم سميا صل صلاة تذهب الأمراض بغيرنا وتصلح الأعراض مع سلام يصلح القلوب ويجلب الرائبة والحليب على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واشهد بشكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيوض مروية وقبله وبعده واشهد لي بخير خير ورضاك قدلي وارفع حروفي بالشكور يا شكور يا خير من ناجاه عبد بالشكور ليس ثناءك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ قد سميا صل صلاة قد صفت من الكدر يا خالقا بإذنه يجري القدر مع سلام من سواك لا يكون تهب لي بيمنه كن فيكون على مزحزح ذوي الإتعاب لغير نحوي أبدا كالعابي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واحفظ بي الإسلام حفظا لم يكن قط لغيري ولتكن لي بكن واحفظ
واحفظ جهات الست يا حفيظ يا من له معناي واللفيظ واحفظ بصدري العلوم النافعة واجعل حياتي للنبي نافعة صلى عليه أبدا وسلم عليه من به فؤادي علما وهب لي الحفظ بلا نسيان واعصم به عمري من العصيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا صل صلاة عن عداك تغني وعن سوى ما اخترت لي يا مغني مع سلام لي يقود جندك عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهه وكل من أساء سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمال وليهب تعظيم كل ما وجب تعظيمه يا من يقود للعجب يا من عصمتني مما أعلم مما يسوءني وما لا أعلم أذهب لغير ذاتي العيوبا وقل لقلب الفيض والغيوبا وهب لي اليوم بغير سلبي كن فيكون لي معالي يغلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا صل صلاة جاوزت عقولا وتصلح المعقول والمنقولا مع سلام يهب الشريعة مع الحقيقة لنا ذريعة إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي دنيا وأخرى خير رسول على النبي والرسول السلمي على العربي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي القرب وقولي يسمع سمع قبول ولي الخير جمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا صل صلاة تذهب الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا مع سلام يكشف الغطاء ويجلب الرسوخ والعطاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائميه هب للمعرفة وانشر علي بركات الحرم وجملة الشهور واحمي حرمي وابن لي الحسن الحسين حافظا الذكر بي مفتكرا أو لافظا وهب لي التوحيد والحديثا وهب لي التفسير والتحديثا وهب لي البروع في الفنون يا معطي الظاهر والمكنون وأظهر الحق بخطي واللسان يا من يجود لي بفوز وحسان يا ماحي الآفات والأكدار يا معطي الجيران بعد الدار صل صلاة بسلام تسمع بها شكوري والمنى تجمع بها على العبد الرسول الأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ونور الشهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولينور كل يوم وسنة يا من تعالى عن منام وسنة ولتغنني بالحفظ عن نسياني لقدت بالشهود والعيان ولتغنني بالأجر عن حسابي يا قائدا كلي باحتسابي وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وهبت للإسكان وسنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري خليق صل صلاة تثبت الحلال عندي ومني تمنع الضلال مع سلام يطرد الأسواء وكل إدلال يري العواء على النبي والرسول الأتقى يا من بجاهه فتقت الرتقى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل بجاهه العظيم نظمي يا من حماني عن دواعي الكظم عندك إيمانا وإسلاما معا أحسن إحسان وللمنجمعا وعندك جعله لي كنوزا يا من يجر الزيد والمكنوزا واردد بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذاتي من نحاني بالدرر واعصمني من الألحان واعظم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم كلي أعلى رضاك مكثرا لي قل لي يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم ينحني ثبور صل صلاة كل سوء تدفع لغير نحوي وسعي ترفع مع سلام حافظ جنابي من ضرر الظفر ودر الناب على الذي وهب للكتابا ولسواي وجه العتابا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وليهب بحق يوم عرفة وحق صائميه أعلى معرفة يا من وهبت للشهور والسنين ولسواي سقط جالي
سالب أنين صل صلاة لي تكون المنى ولي تقود عرفات ومنى مع سلام يجمع المنافع لي بالذي ليس يزال نافعا على الذي إخدامه أعلاني بلا أذى وكب من قلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له الأعظم والتكبير صل صلاة كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلام يجلب الصفاء والصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدحي له والصلوات عليه زحزحت لغير الهفوات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وارفع بشكر لك رب قولي يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا سببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سميا صل صلاة قد تقلد الكرم لي أبدا تحل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينح نحوي ضر مع سلام يصرف الأسواء لغير ذاتي بك واللأواء على الذي صيرتني خديما له به وقدت لي تقديما بجاهه وصنت لي أسراري به بلا مكر ولا اغترار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واخرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صل صلاة عمري تطهر من غير خير كالكلي تمهر مع سلام لي يقود مفحما ذوي القلا والنكر حقا أفحما على نبيك الكريم جاري من ماله في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم بلا استلاب كوني نور جملة الطلاب وجملة العباد والزهاد وهب لي التجويد باجتهاد وحجة لكل من والاني وسق لغيري كل من قلاني واجعل توالي في أنوارا تنور ساتعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وأبدا صل عليه بسلام عني كما ملكتني خير الكلام واجعل به نظمي لديك باقيات وصالحات للجنان راقيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سميا صل صلاة لي تجمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير سميع مع سلام لي يزيد بشرا على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولسواي سقعنا الدنيا وضرر الأخرى أنلت ثنيا لك شكوري بلا كفران يا من حماني عن الخسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغيري ساق من لا يسجد لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري ساق من لا يركع لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن والديور لك شكوري على الكتابة يا منزلا وهب لي كتابه لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمألوف لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتغريب لك شكوري رب من محرم لختم ذي الحجة ختم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحيا مشقة القلاة شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الإيام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمخجل للمعرك شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لجانب التسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك شكوري على كل سنة يا من تعالى عن منام وسنة لك شكوري بلا انتهاء
يا من له سيري ذو انتهاء يا ربنا صل صلاة عظمت على الذي كليتي به نمت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وارفع به سعي بشكر راقيا يا رافعا ليس يزال باقيا واجمع حروفي ولتبارك فيها إليك باديها ومختفيها صفيت قلبي مصلحا مسددا بك لساني ليقت مددا قدت جوارحي إلى الأعمال الصالحات مكملا آمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنحو له الأذكار والحسان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وشكور سميا صل صلاة بسلام لا انتهاء لها على مصرا به للمنتهى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل حروف هذه المقدمة مقبولة مشكورة معظمة وفي فؤاد المنتقى وأفئدة سحابه اجعلني سرورا ذاجدة يا مغنيا يا جامعا أغنيتا بما جمعت لي كما أرضيتا صل صلاة تجمع الخيرات مخجلة دلائل الخيرات على الذي لي قال يوم الجمعة مع الاعتمالي من منى وجماعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل به الشهور والأيام لي شواهد قن الإيام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي سلامة وهب لي عافية وعصمة واجعل حروفي صافية واجعل تلاوتي وخطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوء القضاء أبدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زحزح الفسادا لغير ذاتي ونفى الحسادا إلى سوايه ولغير معتما لي كريم حبه قد حتما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا مخزيا من رام دري وأباد يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء يا باقيا سعادتي قد رسما يا ربنا يا خالق الدارين يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير نحوي عاصما من دائي يا ربنا يا من له الملك معها الحمد يا من لي منايا جمعها صل صلاة تطرد الشيطان لغير ما اخترته أوطانا مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن در عيالي يا معين على النبي والرسول أحمدا من بعثه إلى البرايا حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وبكتابتي يفرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن حيل الشيطان صل صلاة لي تجر مددا مع سلام لي يديم عددا على النبي الهاشمي العالمي من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واشهد لي الدهر بأني راضي عمن حمى عن جسدي أمراضي واشهد لي الدهر بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب وهبت للإخلاص في التوحيد مثبتا رسالة الوحيد وهبت لي فيما مضى من زمني مع لي يديم بشري وأمني رافقني جندك في وقت الجهاد وزحزحوا العدا لغيري باجتهاد زحزحت إبليس ومن والاه لغير نحوي إنك الإله لم تنحني حساد أو كفار ولا منافقون أو أسفار تاتيني الأعمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول أحمدا فصل سرمدا مسلما على في الآل والصحب وزد بي أعلاه زد النبي ما يسره وما ينفعه في وهب للأقوما هب للنبي المبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شهر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام لا يجاريه سلام
على وسيلتي لك الماحي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وكتب له اليوم بشارات الكريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مسارعة على الذي أعطيته مدادي مذ ثمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ومن مدادي قد له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لي عداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ومن قلامي قد له تبشيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرة مع سلام برضاك زائرة على الذي أعطيته قرطاسي بخدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ومن قراطيسي له قل الغرض يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراضي باقية على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وقد له من خدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مشكية كل اشتكاء مع سلام مرضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وقد له من خدمي ما سرا يا من كفاني من وشى واغترا واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاره وأصلح أمري واجعل فؤادي خزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم واجعل جوارحي أوطان هداك إلى الجنان سالمات من عداك يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رضاك لعداك غالبة على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وقد له من عمري فوق المنى وعندك جعلني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة شاملة للصلوات كلهن كاملة مع سلام لا يزال ناميا مما يضرني جهاتي حاميا على خليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك وآله وصحبه ولتجعل جميع خدمتي رضا تنجعل يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قهر قامعة مع سلام نوره لا ينقطع على الذي به ألا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا والآل والصحب وعمري أحمدا يا ربنا صل صلاة داهبة بكل در مع سلام داهبة لنا سعادة وربحا وسعة يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي به تقود للغرض بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا ربنا يا من تعالى عن سنة عني يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع من قاد لي مخجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل
وصحبه في الحال والمال وابلغوا يا رب من يوم الأحد على بشارات لدى كل أحد واجعل كتابتي مذا ياقوتا له وزينا يصدري ياقوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محل عناء والملام وقادني إليك يا رب بك وقدتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب له يا رب في الإثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة كل المفاسد تصول طارئة إلى سوانا قبل أن تنتحيا يا من لديه ضرري قد محيا مع سلام عمري يسلمه من كل ما به تجيء الظلم على النبي والرسول أحمدا والآل والصحب وخطي أحمدا واجعل حروفي كلها عبادة يا من له العباد والعبادة وهب لخير الخلق في خط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجد له يا رب في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لغيري يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نظيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صيرا نورا لهم محمد والآل وصحبه في الحال والمال وابلغوا ربي بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومشبعا ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر واجعل حروفي له للذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين الصافية مع سلام صارف مفاسدا لغيرنا وشقوة وفاسدا على الذي بشره مداده وقلمي سنين مع وداده سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وفي الخميس هب له فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تذهب من قصدوا ضري معا فتذهب إلى سواي سرمدا مع سلام لغيرنا يذب من بهم ظلام على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاهي وزهزحوا لغيرنا الكفار كما محى الإخراج والأصفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا رب يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمعه يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام لي يقول سبقا على الذي وهب للكتابا ولي لا يوجه العتابا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وابله يا رب يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت ويجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه واكتب له بها بشارات الأحد وابله الأيام من يوم الأحد يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك سندا أزكى صلاة بسلام لتجود بالاستقامة وتقليل الهجود في الآل والأصحاب والأتباع وزادني علما مع اتباع يا سيدي يا مجتبى يا ذا العلا صلى عليك من تعالى وعلا أذكى صلاة بسلام لا عدد لها تسوق لي دائم مدد في الآل والصحب وكف ما حضر عني وجاد لي إليك بالنظر يا سيدي يا منتقى يا ذا الهدى صلى عليك من سألته هدى أذكى صلاة لي تسوق كلما له اشتهيت سرمدا مسلما مع سلام بجميع الآل وصحبك الدرر والآل يا سيدي يا مقتفى يا من سرى صلى عليك من دعاك للسرى أذكى صلاة لي تجود بظفر بأن أجاورك من غير سفر مع سلام بجميع الآل وصحب من غدا لهم مالي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين ذي الإله صلى وسلم عليك أبدا بالآل والصحب ومن تعبدا أزكى صلاة منه جل بسلام
تطيب لي طوباي مع دار السلام صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك السميع أزكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي يسخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما مع الخيار العبد كما لغيري أزال وبدي بغير رد لي إلى الجنان وبك صفى أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك وكفاك الغمة رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيم قد أجلى مسلما عليك فوق عددي بالآل والصحب وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بقفوك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصحب بلا انصرام وبك جملة الذنوب غفرا وكلما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى صلى عليك من هداك وجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغر وقاد للمرام ولسواي النهي والشقاء كف وما يحرمني ارتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعما بك علينا وأدام النعما وكلما اشتقت إليه قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليساق كل ما أختار دنيا وأخرى بكذا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أصير بشر عجم وعرب وضمني إلى الصحاب الأمنا وقاد لي بلا حساب المنى وحطدا بي وعيوبي محا وراض لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون ذا النظم الشفاء ليأوى للأمة حيث كشفا وكف عني جملة الرزايا به وساق لي به المزايا فإنه جل على ذاك قدير وبإجابة نعادا جدير خاطبته بالشكر والثناء إذ بك عني قد نفى عنائي يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا ذي المعجزات بسلام بالآل والصحب المزحزح الظلام وكن لي الدهر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن واجعل بجاهه حياتي صافية لك به مع الأجور الضافية واجعل بجاهه حياتي صافية لك به مع الأجور الضافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أهدي يا شيخ أحمد بن خادم رسول